ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم نتناول قضية مهمة تهم العالم الإسلامي بأسره، ناهيك عن شعبنا الإريتري. إنها قضية وجود الإنسان، سبب وجود الإنسان في هذه الحياة، سبب خلق الله عز وجل لآدم عليه السلام وذريته. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى هي سبب وجود الإنسان. واليوم نحن نرى الأمة الإسلامية كثير منها مقصر في هذا الجانب العظيم. لا نقول كل الأمة، فالجمع لا يمكن أن يكون، ولكن إلا من رحم الله كثير من الناس يفهمون هذا الأصل العظيم فهما خاطئا، وخصوصا في بلادنا إريتريا التي تهمنا إصلاحها بالدرجة الأولى، كما يهمنا أيضا إصلاح جميع المسلمين في أنحاء العالم. فقضية التوحيد حقيقة فيها قصور كبير من حيث الفهم، ومن حيث التطبيق، ومن حيث أيضا الدراسة والتعليم. مشاهدي الأكارم، الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه لهذه العبادة العظيمة. نجد أن كثيرا من الناس يقعون في الشركيات لأتفه الأسباب، إما لجهلهم وإما لمعتقدهم الخاطئ في فهم التوحيد، وبالتالي يحصل في هذا التوحيد التقصير الكبير الذي يحصل أيضا بسببه إنزال أنواع العقوبات على البشرية. من ذلك مثلا التقصير في التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. بالتالي تجد كثير من الناس يعتمدون على الأسباب دون أن يعتمدوا على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فتجدهم مثلا في مرض كورونا يتسابقون ويهرعون إلى الأدوية والعلاجات ومحاولة بذل الجهد في هذا الجانب، وهذا ليس بمعيب، لكن العيب الاعتماد عليه دون التوكل على الله، بأن الله سبحانه وتعالى هو أساسا الشفاء بيده. وتجد مثل هذه الأخطاء، ناهيك عن عبادة القبور وتعظيم الأضرحة وزيارة المواقع وتعظيم الأولياء والصالحين وتقديم القربات لهم، والاعتقاد الباطل في أنهم ينفعون ويضرون، بل وتجد بعضهم يعتقد بأنهم يؤثرون بهذا الكون. هناك طوام، ولا تزال هذه الأوساخ من العقيدة الباطلة في قلوب كثير من الناس مع الأسف الشديد. هذه القضايا وغيرها مشاهدي الأكارم أناقشها مع ضيفي العزيز الشيخ عبد العزيز عطا، الداعية المعروف الذي شرفنا
في هذا اليوم لنناقش معه هذه القضايا برمتها. مرحبا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبياكم شيخ برهان، وجزاكم الله خيرا على ما تقدمه. آمين. بداية نريد أن يعني نبذة عن التعريف عن التوحيد وعن العقيدة وعن الأسماء والصفات وما الرابط بينهم، ثم بعد ذلك سندخل في عمق المناقشة حول ما يكون في بلادنا وفي بلاد غير المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرتم فضيلة الشيخ أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنشأ هذا الكون وأرسل الرسل لعبادته ووحدانيته سبحانه وتعالى، وكثير من الأمم ضلت في هذا الشيء، ضلت وابتعدت عن ما خلقت لأجله، كما ذكرتم الآية الشريفة قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقتهم ولا أردتهم من خلقهم شيئا إلا عبادتي، يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. الرزق والإطعام وكل شيء تكفل به الله سبحانه وتعالى، وبعثنا لعبادته ووحدانيته سبحانه وتعالى. ووحدانية الله سبحانه وتعالى حينما تقول الوحدانية أو التوحيد ماذا تعني؟ التوحيد يعني هو في اللغة أن توحد الشيء، تجعله واحدا لا ند له ولا شريك. وفي الاصطلاح هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية وأسمائه، كذلك إفراده في أسمائه وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد. فهكذا تكون أطعت الله ووحدته سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينجو به الإنسان يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. فمهما كان يحمل من أخطاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يدلنا على عظم هذا المعنى وعظم وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين العقيدة والتوحيد، أو هناك بينهما اجتماع وافتراق في العموم. فإذا قيل التوحيد دخلت فيه العقيدة، فبعض الناس مثلا يسمون التوحيد العقيدة ويسمون العقيدة هي يقصدون بها التوحيد، ولكن إذا جئنا بالدقة نريد أن نفصل، فالتوحيد هي ما يخص الله سبحانه وتعالى في وحدانيته وربوبيته سبحانه وتعالى، والعقيدة فيما يعتقده الإنسان من وحدانية الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر أنواع الإيمان. هذا وهو ما يعتقده ويكون معقودا في القلب، وهو من عقد الشيء، فلا يصلح توحيدك إلا أن يكون به اعتقادا جازما به في قلبك. فهذا هو الفرق. فإذا قيل التوحيد يدخل فيه العقيدة، وإذا قيل فيه العقيدة يدخل فيه التوحيد. وحينما تفرق تقول التوحيد تأتي بهذه بينهما عموم وخصوص. ولا شك أن التوحيد يتحقق بماذا؟ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا، بأن تعتقد جازما بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي أن تعتقد أن الله خالق رازق منعم، فهذا إيمان المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو في آية أخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولكن
إذا جئت في العبادة صرفوا العبادة أو أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، كما قالوا في قوله سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي هناك ما يعبدونهم من الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى. وكما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. فلا بد أن يكون معنى العبودية ومعنى التوحيد حقيقة أن تفرده سبحانه وتعالى بكل شيء فيما لا يكون إلا له. أول شيء أنه هو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، من عبادة وذبح ونذر وتوجه ودعاء ورفع يديك لتدعوه سبحانه وتعالى. ثم تعتقد أنه هو الرازق الحقيقي، وأنما عملك وسعيك في طلب الرزق هي أسباب، فإن كتب الله لك الرزق أعطاك وأعطيت. طيب شيخ عبد العزيز، نريد الخلاصة في معنى التوحيد. معناه أن توحد الله تبارك وتعالى في عبادتك له سبحانه. نعم. يعني ليس المقصود أن توحده في الربوبية، لأن الربوبية الجميع يؤمن ويدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الرب. نعم. ولم يخالف في هذا إلا الملاحدة، أليس كذلك؟ بلى. تمام. إذن أن نوحده سبحانه وتعالى في العبادة. دعنا نمسك العبادة شيخ عبد العزيز. العبادة لما نقول هذا كثير من الناس لعله يعني يشكل عليه في هذا المعنى. مثلا الآن عبادة النذر تكون لمن؟ لله جل وعلا. عبادة الذبح تكون لمن؟ كذلك. عبادة طلب الدعاء تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب هذه 3 أنواع عبادات هي التي فيها الشرك في بلادنا. النذر كثير من الناس يأتون إلى بعض المناطق يقول: يا شيخ الفلاني لو شفيت لي مريضي لأذبحن لك خروفا لديه 1000 شعر و4 أرجل. ما حكم هذا الفعل؟ هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا شك أنه من الشرك. هذا شرك أكبر أم أصغر؟ لا شك أنه شرك أكبر. هذا شرك أكبر. نعم. طيب بعض النساء تأتي أيضا إلى بعض المناطق كالأشجار المباركة فتقول: يا شجرة لو أنك يعني أسألك الحمل لولد صالح. تطلب الحمل من الشجرة أو تطلب الحمل من الولي الصالح. هل هذا الحكم جائز؟ لا شك أنه هذا كذلك من الشرك. هذه أمور لا يستطيعها أو لا يقدر عليها إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. ما سبب ذهاب النساء والرجال حول هذه القبور ويسألونهم دون الله سبحانه وتعالى؟ لماذا هذا المعتقد الباطل؟ يعني المرأة تأخذ كثيرا من الأموال وتقطع المسافات لتذهب إلى قبر الولي الفلاني وتسأله من دون الله سبحانه وتعالى. ما سبب ذلك؟ أول شيء هو ما تربى عليه الناس، وهذا أمر مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يولد كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالوالدين ماذا علموا هذه المرأة أو هذا الابن؟ ما الذي علموها؟
هل علموها على التوحيد ودرسوها أن هذا لا يجوز، أو أنهم كانوا يفعلون فرأت آباءها يفعلوا، كما كانت قريش تقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك، ثم طبعا هذا تربية، ثم أنهم لم ينالوا العلم، لم يتعلموا، لم يعرفوا وحدانية الله سبحانه وتعالى، فهم تربوا على هذا الشيء، أخذوه كابرا عن كابر دون أن يأخذوه عن شيخ يعلمه، وربما أحيانا يأخذونه عن مشايخ للأسف ضلوا في هذا الطريق ويدعون الناس إلى فعل هذه الأشياء، أو بمن يسمون مشايخ. ربما بعضهم ليس معه علم أو معه علم ولكنه ضل والعياذ بالله، فيأمر الناس بتقديم القربات والنذر ويدعوهم إلى اجتماع للشيخ الفلاني والشيخ العلاني لزيارته السنوية والذبح عنده والنذر ودعائه من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وربما أحيانا يفتنهم الله سبحانه وتعالى، فتسأل المرأة تأتي تقدم عند الشيخ أو تأكل من طينة الشيخ فيبتليها الله فتحمل، فتعتقد أن الشيخ فعل بي وأن الشيخ نعوذ بالله من الضلال والزيغ. ثمة سبب آخر أنهم يعتقدون أن الله لا يستجيب دعاءهم إلا إذا أتوا من قبل الواسطة، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تعليقكم؟ وهذا ليس أمر جديد على بلادنا، بل هو أمر قديم. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يناقش قريش في هذا الكلام، وأيضا قوم نوح حينما بدأوا الشرك، وأول من بدأ الشرك اتخذوا هذه الأصنام والأضرحة كما يقولون واسطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مع أنهم سموها عبادة. هنا سموها عبادة، فقالوا ما نعبدهم أي عبدناهم ليوصلون إلى الله. ماذا يقولون؟ يا أخي نحن أناس مذنبون، أناس فينا من الأخطاء والمعاصي وكذا، ما أستطيع أن أطلب الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فليستجيبوا لي فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، ما قال اذهب إلى الولي أو إلى الشيخ أو إلى الضريح أو إلى الصنم، فادعوني ليوصل إلى هذا الأمر. أزاله الله سبحانه وتعالى، ما تحتاج إلى شفاعة أو إلى واسطة حتى تصل، كما تحتاج في هذه الأيام حينما تصل إلى مسؤول أو إلى ملك أو إلى وزير أو إلى غيره. فالله سبحانه وتعالى جعل مباشرة الاتصال به مباشرة، حتى ما تحتاج إلى نبي ليوصلك إليه، إنما تدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة ويسمعك سبحانه وتعالى ويستجيب لك. يعني لا بد أن أدعو الله وأنا موقن بالإجابة، ولا بد أن أدعو الله وأنا أعلم أن الله يسمع كلامي ويرى مكاني، ولا يحتاج لك إلى واسطة، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء في استجابة الدعاء، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة بيني وبينه. نعم نعم. طيب شيخ عبد العزيز، يعني هذا الإحساس بأن الله عظيم وأن شأنه كبير، كيف أنا أدعوه مباشرة وعلي أن أدعوه عن طريق واسطة هو الأليق بالله سبحانه وتعالى؟ هذا الوهم ممن؟ هذا الوهم جاء من الشيطان. يا سلام. لماذا؟ هو حينما يأتي إليك يوهمك أنك إنسان لست بالكفء، أنت إنسان مذنب، أنت إنسان متلطخ بهذه الأوساخ الذنوب والمعاصي، كيف
ترفع يدك وتطلب الله، أو كيف تسأله مباشرة؟ أنت ما لك قيمة عند الله. اذهب إلى الشيخ الفلاني أو اذهب إلى الولي الفلاني فهو رجل صالح، فهو رجل كذا، وهو رجل واصل إلى الله سبحانه، والله أعلم به. كل إنسان عدا النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد له بجنة أو نار، وهذه عقيدة أهل السنة. والله أعلم بكل أحد، فيقول لك اذهب وسل الشيخ أن يدعو لك. فهنا أبطلت عبادة عظيمة، وهي عبادة الدعاء لله سبحانه وتعالى، مع أنهم لا يفعلون ذلك دائما، حيث أنه حينما يأتي يزور الشيخ ربما ما يزوره إلا في السنة مرة. والأدعية التي عظيمة كالولادة والزواج والمال يدعونه، وبقية الدعاء بقية العام يدعو الله سبحانه وتعالى بنفسه. إذا ما الذي فرق بين أن تذهب إلى الشيخ وتدعوه وبين أن تذهب يقول لك أنا دعائي ما يستجاب لي لأني أنا مذنب؟ ومن قال لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد. إذا ما كان الإنسان الإنسان أيا يكن كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء. إذن شيخ عبد العزيز، المعصية لا تمنع من استجابة الدعاء، لا شك، إلا أن يكون الإنسان مطعمه حرام ومشربه حرام، صح؟ نعم، وغذي بالحرام. يعني حتى لو ارتكب الموبقات وارتكب الكبائر، ولكن إذا كان طعامه حلال ومشربه حلال، فالصلة التي بينه وبين الله والخط الذي بينه وبين الله موجود لم ينقطع. حتى مع هذا الأمر يا شيخ برهان، حتى مع المطعم الحرام، لو سأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أن يتوب عليه، أن يرفع ما به من البلاء، مع الإلحاح على الله يتوب الله عليه من المعصية هذه؟ لا، يتوب الله عليه من المعصية هذه ويرفع عنه ما به من بلاء. ولو تاب من المعصية نفسها، نعم، وأقلع عن أكل الحرام. أنا أتكلم عن شخص يصر على أكل الحرام، هل يستجاب لدعائه إذا دعا؟ نعم يستجاب. ليس الاستجابة هنا ما أظنها تعني أنه لا يستجاب له أبدا، ولكن ربما الآن يأتي في دعائه يا رب إني مبتلى بأكل الحرام. أيوة، إذا دعا لنفس المعصية لا شك. نعم. طيب مشاهدي الأكارم، فاصل إن شاء الله تعالى، ونعود لمناقشة الشيخ عبد العزيز حول هذه المسألة. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاء. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ نعرب لأخت نا إسلام مرحتي أسلام كقبروا دلهم عرب كشطوا دلهم سكح يجيبون يابر أسهم ذلوا سبات الله. هجرنا نعرب عن شيطاننا بعد دقيات حسنين دقيات بيهن برخن تسيني تقول سلزنا بريم تمحبر فقر هجر لهم زقبور بتناير بعن حدا يتقنقوا قنقوا عرب زبلو عرب كخون دلوا يكون يدخل أفريقيا إنجليشين فرنسا زارب دلوا جزءاتنا جزءات كلني زارب دلوا إنجليزاوي هم كانوا فرنساوي هم كانوا. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم مشاهدي الأكارم. لا يزال الحديث موصولا حول التوحيد في بلادنا والتوحيد أيضا في جميع أنحاء العالم. كنا نتناقش في مسألة أن هناك قصور في فهم معنى التوحيد، أن الإنسان يعني المعاصي التي يرتكبها لا تمنعه من أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه مهما كانت هذه الذنوب والمعاصي، فإلا أن تكون يعني كفرا بواحا، أو أن تكون مثلا معصية وهي معصية أكل الحرام والتغذي بالحرام. حول هذا كنا نناقش مع الشيخ عبد العزيز، ووضح لنا جزاه الله خيرا أن أكل الحرام إذا إنسان أيضا تاب منه وعاد إلى الله ودعا فإن الله يستجيب دعاءه، أو أن حتى آكل الحرام
لو دعا الله مضطرا فإن الله يستجيب دعاءه. إذن لا حجة لمن يدعو غير الله ويستعين بالسيدة زينب وسيدنا علي ومشايخ آدم الكناني بالقادر الجيلاني والأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة والأشجار والأحجار. لا حجة لمن يدعو هؤلاء، والله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي يسمع الدعاء ويجيب دعوة من دعاه. إذن هناك مشكلة كبيرة تحصل في كثير من الناس، التجاؤهم لغير الله سبحانه وتعالى. في المقابل سنتحدث مع الشيخ عبد العزيز آثار الشرك على المستوى الفرد والمجتمع، بل وعلى مستوى الدول، حينما الدول تعتمد على المواد ولا تعتمد على الله سبحانه وتعالى. سنتحدث عن هذا. الشيخ عبد العزيز، لا يزال الحديث موصولا عن مسألة العبودية لله سبحانه وتعالى. نحن نعلم ونؤمن أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، الأرزاق بيده، والأرزاق معناها العمل، الوظائف، التجارة، الأرباح، ما يدر لك المال هو الله سبحانه وتعالى. طيب، نجد كثيرا من الناس ربما يقصر في صلاته مقابل العمل. إذا كان دوامه في العمل يضيع صلاته، يقول لك العمل عبادة، فيضيع الصلاة ولا يهتم بها كثيرا بحجة أن العمل عبادة. أو ربما يكون مثلا عريس أو عروسة فتقول لك مناسبة من المناسبات فتضيع الصلاة. أو ربما يكون يعني العمل نفسه عمل فيه أكل حرام، كالعمل في البنوك الربوية، والعمل في مصانع الخمور، والعمل إلى غير ذلك، بحجة أن الرزق عبادة. وفي الآية الكريمة التي قرأها شخصكم الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحقيقة هذه المسألة بالذات نجد فيها خلل كبير من إخواننا، يعني يضبط ساعته على الدوام ولا يضبط ساعته على الصلاة. كيف نوفق بأن الله هو الرزاق وبأن العمل عبادة؟ تعليقكم شيخ عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين. قول كثير من الناس أن العمل عبادة، نقول له هو عبادة، ولكنه هو يعني ليس المقصود أصلا، إنما هو مؤدي بك إلى العبادة. يعني أنت الآن مثلا حينما تذهب تعمل وتكتسب الرزق لتكف نفسك عن الحرام، عن السرقة، عن أخذ أموال الناس بالباطل، عن سؤال الناس، وليس هو مقصود بذاته، هو سبب. أما الصلاة التي تتركها فهي مقصودة بأصلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أو تؤخرها، تجمع بعض الناس، أو كما ذكرتم فضيلة الشيخ أنه الإنسان يقول لك: أنا الآن وقت عملي سأصلي لاحقا. يعني أنت قدمت الحياة الدنيا على الآخرة، قدمت الشيء الذي كفله الله لك وهو رزقك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. فأنت الآن تركت هذا الأمر الذي هو في أصله عبادة، وستسأل عنه يوم القيامة سؤالا مباشرا. أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت صلح سائر عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة، لا يعني أنا أريد أن أناقشها من جهة أن الله هو الرزاق. نعم، أن الذي يعطيك الرزق هو الله، فكيف أنت تقصر في من يعطيك الرزق وتجتهد
في من يعطيك العمل والوظيفة. الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في الآية الكريمة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يعني يطعمون. معناه أن علي أن أحافظ على الصلاة قدر المستطاع وأبحث عن عمل يتوافق مع الصلاة. لا شك لا شك. أيوة. وهذا كما ذكرت يصل إلى التوحيد والعقيدة، إيمانك بالله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي طيب يرزق. بعض الناس يقول لك ما في عمل، كل الأعمال هي كذا، يحتاج بالطريقة هذه، ما في عمل تقول لك. هذا كلام غير صحيح. اعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب رزقك أيها العبد وأنت في بطن أمك. إذن يبحث عن عمل يوافق مع التوحيد ويؤمن إيمانا يقينا أن الله سيرزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. إذن نصيحتنا لمثل هؤلاء الناس الذين يهتمون بوظائفهم ولا يهتمون بعبادة ربهم، ما نصيحتكم شيخ عبد العزيز؟ قوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى واعتمد عليه في كل شأنك، يرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب، مع تقوى الله سبحانه وتعالى التي يحققها. بماذا؟ بأن يبحث عن الرزق الحلال الذي يأمره الله سبحانه وتعالى به، لأنه تكفل لك بالرزق إن اتقيته، ويرزقك من ماذا؟ من حيث لا تحتسب. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة. كثير من الناس شيخ عبد العزيز يقصر في مسألة المرض والشفاء. المرض والشفاء وما أكثرهم. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشافي سبحانه، وهو سبحانه وتعالى النافع الضار. طيب إذا كان الله هو الشافي والشفاء بيده والمرض أيضا بيده سبحانه وتعالى، لماذا نجد كثيرا من الأخوات إذا مرض عليها طفلا تتوجه مباشرة إلى الساحر؟ الأخوات والإخوة لكن في الغالب من يذهب إلى هن الأخوات، يعني تجد أن طفلها مريض فتضعف فتذهب إلى الساحر. نعم. وتذهب إلى الساحر إلى مسافات ربما بعيدة، وتجمع الأموال إلى هذا الساحر، في حين لو أنها تضرعت إلى الله وصبرت على هذا لكان. نصيحتكم لمثل هذه، وما حكم ما تفعله أصلا، وما سبب ذلك؟ 3 أسئلة. أول شيء، ما سبب ذلك؟ لماذا هي تؤمن بالساحر وترى أنه هو الشافي والعياذ بالله؟ لماذا تؤمن بهذا؟ لماذا كثير من النساء يفعلن ذلك؟ إذا مرض عليها زوجها هرعت إلى الساحر، إذا مرض عليها طفلها هرعت إلى الساحر أو إلى العراف والعياذ بالله. هذا موجود في بلادنا يا شيخ عبد العزيز. نعم. هو أساسه كما ذكرت لك من شيخنا سابقا، هو أساسه إلى ما تربى عليه الإنسان. فبعض البلاد التي لا يوجد أو لا يكثر فيها السحر وكذا، أو بعض المجتمعات التي ينشأ فيها الناس على طلب العلم، يكون الأبوان. طيب هم الآن يسمعونك، ما نصيحتك لمثل هذه المرأة؟ إيش تقول لها؟ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويطلبوا العلم ويتعلموا التوحيد. هذه واحدة. الثانية أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأن تتعلق بالله، أن تتعلق بالله ولا تتعلق وأن الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. إذن الشفاء بيده سبحانه وتعالى. نعم. وحتى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرقي يقول إيش؟ اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. يعني عليها أن تقوي إيمانها بالله. نعم. وأن توقن أن الله هو الشافي، وأن هذا الغلام من رزقها إياه، من أعطاها إياه هذا الولد؟ الله سبحانه وتعالى. فمتى ما أراد أبقاه، ومتى ما أراد أخذه لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما مات حفيده وأرسل لابنته يقول: إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. طيب إذا ذهبت إلى الساحر هل تعتبر مضطرة يا شيخ عبد العزيز؟ لا تعتبر مضطرة، ما يجوز، بل الذهاب إليها إلى الساحر كفر والعياذ بالله. كفر والعياذ بالله. تكون هي ضيعت دينها. نعم.
نعم. وربما بعضهم كثير منهم يذهبون ثم يموت الطفل للأسف. فلا كسبت ابنها أو طفلها الذي مات ولا كسبت دينها، حيث أنها خسرت. ولا شك أننا نقول أن لها مجال للتوبة والاستغفار وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتوحد، ولكنها أخطأت. طيب هذه النقطة مهمة يا شيخ عبد العزيز. كثير من الأخوات الآن يسمعنا ربما ذهبت المرات الكثيرات جدا، يعني العدد الكثير تلو الكثير تكون قد ذهبت لمثل هذه الأمور، واليوم تريد أن تتوب. هل لها من توبة؟ لا شك، لا شك. ومن يمنع الناس من التوبة؟ ما دامت الروح في الجسد لا يمنع أحد من التوبة. وأعظم شيء تذنب به أو يذنب به العبد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر بالله سبحانه وتعالى. تخيل لو أن إنسانا طول حياته كان كافرا لا يؤمن بالله بل ملحد، ثم قبل موته تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وآمن وأسلم، كل سيئات هذه تبدل حسنات. جميل. ويغفر الله له. فلا شك أن التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا ندعو كل أخت ذهبت إلى ساحر وكل أخ ذهب إلى العراف أو الكاهن أن يتوب إلى الله، أو ذهب إلى الشيخ أو ذهب إلى المقابر أو إلى القبر أو إلى الولي يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ليش الشيخ إذا ذهب إلى إمام مسجد وقال له ادعو الله يدعوه من دون الله؟ كيف يدعوه من دون الله؟ يدعوه من دون الله. أنا أقصد الشيخ إذا كان ميت. أيوة، الشيخ الميت. نعم. أيوة الموتى. صح. نعم. نعم. ولي يعني. نعم، هم يسمونه شيخ، يسمونه ولي بمختلف أسمائه. تذهب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، إلى الشيخ فلان الفلاني، إلى الشيخ كذا، يسمونه بالمشايخ. وهذا حكمه يا شيخ عبد العزيز كفر لا شك، مخرج من الإسلام، شرك بالله لا شك. لكن هناك فرق بين أن تقول فلان مشرك وأن تقول للعمل شرك. نعم، يعني لا نكفر الناس، لا نكفر الناس بأعيانهم، نقول فلان ذهب إلى المقابر فهو مشرك كافر بالله، هذا ما نقوله، لأنه يحتاج إلى انتفاء الموانع ووجود الأسباب وكذا حتى يحكم عليه، وهذا الحجة. إقامة الحجج، وهذا يحكم عليه أهل العلم. يعني نقول للشباب الدعاة ولبعض طلبة العلم لا تستعجلوا في تكفير الناس. أيوة، في تكفير أو في اتهام أشخاص بأنهم الناس مشركين. أيوة، لكن أن تقول أن هذا شرك والذين يذهبون إليه مشركون، نعم في العموم. يعني أن الدعاة في إريتريا وفي خارجها يجوز لهم أن يقولوا أن يحكموا للفعل، نعم. أن هذا الفعل شرك، وأن هذا الأمر شرك ويخرج من الإسلام، ومن يفعله مشركون ويحذرون الناس من هذا. نعم. لكن ما يقول لفلان أنت مشرك، نعم، وأنت كافر، إلا إن توفرت فيه أسباب ذلك، يعني تم تعليمه وتوجيهه. من الذي سيعلم يا شيخ عبد العزيز في الظروف اللي انت شايفها؟ إن وجد. نحن الآن نحن نتكلم واقعيا فعلا. من الذي ذهب إلى القرى وجلس وعلم الناس ووحدهم؟ الشرك ليس مخصوص ببلادنا فقط، بلاد العالم مشركين، بل بعضهم من هو خارج البلاد ويشرك بالله سبحانه وتعالى بلا شك. لكن من الذي يقيم عليه الحجة يا شيخ عبد العزيز؟ من الذي يحكم؟ إن وجد. من الذي يحكم بأن الشيخ هذا الآخ الفلاني أنا أقمت عليه الحجة وتناقشت معه وهو مشرك ضال، الصلاة خلفه لا تجوز؟ من الذي يستطيع أن يقول هذا؟ العالم الكبير. نعم. صحيح. وهل هذا أقيم في بلادنا؟ ما في. نحن نقول العلماء كلهم في السجون أو أنهم مضطهدين. من الذي يستطيع فعلا أن يحكم؟ لذلك نقول لشبابنا لا تتعجلوا في الحكم على الناس، ولكن ادعوا إلى التوحيد وبينوا أن هذا هو التوحيد وهذا هو الشرك. طيب شيخ عبد العزيز، نقطة مهمة أيضا، نجد في بعض البيوت يركبون الزعقول، البن، ما هو الزعقول؟ زعقول يقولوا له زعقول، ما أدري والله. الزعقول هو عبارة عن التمائم والرقى. أيوة، بس الزعقول نفسه هو عبارة عن أحجار كريمة، خرزات.
أيوة، الخرزات. الأحجار كريمة يضعونها في كيس ويربطونها، يسمون يقولون الخرز. أنها تدفع الشر وتجلب الخير. نعم. يلعبون. هذا العمل موجود أيضا في بلادنا، وبعضهم يربط بن، وبعضهم يجيب سبت ويحط فيه الفشار العنبابة وشوية حلاوة وشوية حلويات على شوية بسكوت، ويضعه في أول الباب أو في آخر، يقول لك هذا يأكلون منه الجن، يدفعون الضر ويجلبون الخير. أو الآن كما ينتشر الآن مثلا تجد العين الزرقاء هذه، أيوة، يعلقونها في السيارات أو في البيوت، أو تلاقيها الآن عين الزرقاء تباع موجودة في هنا تركيا، في تركيا ليست ومصر. موجودة في إريتريا. في تركيا ومصر. إريتريا ما هي موجودة. نعم. إريتريا ما هي موجودة. نعم، في تركيا ومصر إريتريا تباع هذه. موجود. تجد أن سائق السيارة تاكسي يعلق تميمة. نعم. يعلق تميمة، يقول لك هذه تجلب الخير وتدفع الشر. نعم. هذا أيضا موجود بكثرة يا شيخ من عبد تعلقت. هل هذا ينافي التوحيد أو لا؟ نعم، لا شك ينافي. اشرح لنا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعلق بالتمائم، ونهى كذلك عن الطيرة. يعني مثلا بعض الناس إذا دخل إنسان قبيح أو تصبح بإنسان، أعوذ بالله خير لو معلتك برب لك، يقول الله يجعله خيرا اليوم هذا. أو مثلا إذا رأى أو حصل شيء حادث أو رأى طير غراب يتطيرون، وكذلك يتعلقون بالتمائم. تجد مثلا بعض في بلداننا بعض الأطفال تجد يربط في أيديهم بعض التمائم التي يذهبون إلى المشايخ يجعلون لهم يربطون، وبعض الطلاسم آيات وغيرها حتى يحميهم من الشيطان، وحتى ما يحميهم هذا كله. الطيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، ومن تعلق تميمة وكله الله سبحانه وتعالى. ماذا عليه أن يفعل المسلم؟ أن يترك هذه الأشياء، وأن يقول لا إله إلا الله ويوحد الله سبحانه وتعالى على الله. نعم، ويتوكل على الله. أيوة، لأن هذا هو النافع الضار. وأن يعتمد على الله بماذا؟ بأن يذكر الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي حين يصبح لم يمسه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي لم يمسه شيطان حتى يصبح. هذا من العمل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت الآن هذا عملت السبب الكامل، والله يحميك من الشيطان. لا تحتاج إلى تميمة، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى شيخ، ولا اقرأ آية الكرسي. وعليك بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار أنت حينما تأتي تدخل إلى دورات المياه أكرمك الله، إلى الحمامات، تذكر الله سبحانه وتعالى فيحفظك الله سبحانه وتعالى من الجن. الخلاصة أن النافع الضار من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى. هو جل جلاله الذي بيده الخير والشر، وعلينا إذن أن نخافه وأن نعبده حق عبادته، ولا نخاف الشياطين كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع مع شيخنا وحبيبنا وصديق العمر الشيخ عبد العزيز عطا في مسألة التوحيد. لا زال التوحيد وقضاياه باقيا، يعني ما بقي الزمان والمكان حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. والأمم التي توحد الله سبحانه وتعالى يعطيها الله عز وجل من الخيرات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والأمم التي تشرك بالله سبحانه وتعالى وتجعل معه فإنها أمم تنهال عليها من العقوبات ومن البلايا ما لا يعلم قدره ولا ألمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. مشاهدي الأكارم، في إريتريا خاصة وفي جميع أنحاء المسلمين عامة، اتقوا الله ووحدوه وتوكلوا عليه واعتصموا به، فستجدون الفرق الكبير بين عبادته سبحانه وتعالى موحدين وبين أن يعبده غيره ويشرك معه عياذا بالله تبارك وتعالى. أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة، كما
الشكر موصول لشيخنا الشيخ عبد العزيز عطا. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل